بس واحد الدقيقة، تخيل معايا سفاح القرن العشرين في الآخر ديال الخمسينات. مصر كاملة كانت عايشة في رعب حقيقي. كل نهار جريدة كتنزل بعنوان كيخلع والبوليس واقف على رجل وحدة. الراجل اللي دوخ البوليس مرة كيبان لهم مخبي في اللبسة ديال البوليس ديالهم، ومرة هربان باللبسة ديال السعاية. ولكن الصدمة اللي ما غتصدقش، هاد السفاح ما كانش مجرم عادي. هاد الراجل مثقف محترم دخل البيوت ديال الرؤساء، وكانوا صحابه من أكبر الشخصيات بحال أم كلثوم، عبد الحليم حفيظ، ومحمد عبد الوهاب. ولكن كاينه وحده سميتها نوال، غتحولوا من راجل محترم لوحش كيطحن كلشي. شكون هو هذا محمد سليمان؟ وكيفاش دار ضجه وقصه حب وانتقام اللي النهايه ديالها غتصدمك؟ بحال ودنيك معايا مزيان، حيت كاع القصص كيتشابهوا، ولكن الطريقه باش غنشوفوا هذا السفاح اليوم بوحدها. معكم بلانات وقصص، بلاصه فين كنجبدوا الاسرار الكحله والبلانات الغامضه اللي دازت في هذا العالم. كما ديما، هبط دابا دير لايك والاشتراك وفعل الجرس، وحل ودنيك معايا مزيان، حيت واخا تكون سمعتي هاد القصه قبل، الطريقه باش غنفكوها اليوم بالتفاصيل الكحله اللي تخبات عليك بوحدها. نرجعوا للعام 1933 فاش غتبدا الكارثه. البدايه غتبدا من مدينه طرابلس اللبنانيه. كان تما واحد الراجل مصري سميتو امين سليمان، خدام في الاستيراد والتصدير، فلوسه موجوده والامور هربانه بزاف. هاد الراجل عنده ولدو سميتو محمود، عمره 7 سنين. محمود كان مختلف على خوتو، كان عنده واحد البلان سميتو عدم الرغبه في النطق، يعني دري ما كيهضرش بزاف. ماشي حيت معاق في لسانو ولا دماغه، لا، هو اللي ما باغيش يهضر. ولكن هاد النوع ديال البشر كيكون عنده الدماغ بحال السكانير، كيسجل كاع التفاصيل الصغيره. وفي هاد السن ديال 7 سنين محمود غيدير اول سرقه في حياته، شفر 4 الخيارات. بلان كيبان كيضحك، ولكن عائلته تصدمات حيت هما اغنياء بزاف. علاش غيشفر؟ بغا تعامل معاه قاصح بزاف، ولكن والو، السرقه ولات عنده ادمان.